بعيد، لان كنشوفوا ملاعب فارغه صحيحه يعني كيحز في النفس اننا نشوفوا الكره الوطنيه ترجعت بهذا الشكل كبير. هذه الستينيات السبعينيات الثمانينيات حتى التسعينيات الشاديه والله ذاك بنيتي لما في السريه هادو مالهم دوك من الصباح هما يتضاربوا على ديك الجلده بلا فايده. علاش دوك تيلعبوا كره خاصهم يخشيو بديك الشبكه. خير سير 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 السند الاول ودروك اللي يخشى اللي يقول هو اللي يربح. لا لا دابا انت كيسالي الماتش بدا يحسبوا شحال دخلوا اللعابه باش يعطوا لهذا الجمهور اللي دخل بزاف هو اللي ربح. الجمهور ضوى. وشحال داك تاع الوقت كيلعبوا هذا الشيء كامل؟ السبعينيات كانت بطوله قويه بالانديه اللي ذكرتي ومن ما بين الانديه اللي ساعه ونص ويجيراو جنونه هذو ولاو عفاريت شي ناس وليمان. تابعونا هذه المباراه في المركب الرياضي محمد داخل المربع وصلت اللاعب حفيظ بيلانتي الحكم الرياضي شيء وتعود كيف عمل جديد. ولذلك الانديه دائما في الستينيات والسبعينيات كانت بطوله قويه بالانديه اللي ذكرتي وما بين الانديه اللي حضرت حوالي 30,000 متفرج. واش بصح بغا دير فرقات الكره؟ شكون اللي قال لك انت؟ ايوا الدرب كله راه في اخبار. الدرب هذوك راه ما كيلقاو ما يديروا كيبقاو يتلاهاو في الهضره. انا الصباح كنت جاي اللي لقاني كيسولني كيقول لي واش هذيك الطفله بنتك تخطبت؟ ندي عليه انت وما هو خاصها تخطب نيت باش تجمع راسها النهار كله هي تابعه ديك الكره تخبط فيها وتهرس في البيبان قراناتها تجوجو ولدوا 4 ديال الدراري. انا غنشوف بوراندينا فاش هذاك المسندر اللي معلقه والله لا دخل عليا. قلت لك كان كتاب لي مال اللي بغاتو بنتي نجيبوا له. كاع قال لك انت